السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد العصير ديال الفريز والليمون وواحد لينغاس. كما كتشوفوا غادي تقدموا معنا سناء بنت خالتي. يلا شنو غادي ديري لنا في هذا العصير اليوم؟ السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ لاباس عليكم؟ عواش مبروكه، يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه. دابا غندير معكم واحد العصير طبيعي. عندي الفريز ولا الفراوله، كل واحد شي يقول، وعندي جوج ليمونات غنقيهم، وعندي واحد البعويده غنقيها حتى هي وغنديرها. هذا العصير طبيعي ما فيه لا سكر لا والو. دابا بسم الله، دابا درنا غادي تقطعيه كامل. كما كتشوفوا هي كتقطع معكم، كتقطع داك الفريز، غادي تقطعو كامل وغادي تزيدي ديك الليمونات وصافي. غادي دير لنا واحد الكوكتيل مزيون صحي، ما فيه لا سكر لا عسل لا حتى شي حاجه. حتى الفريز طبيعي، هذا راه زوين، ما فيه لا دواء لا والو، طبيعي بيون بيون. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا عليا كيقولوا لي مريم شنو درتي في التحاليل، شنو درتي؟ الحمد لله التحاليل درتهم نهار اللي كان عندي كونترول، راهم خرجوا مزيانين. وبالنسبه للتلفازه ديك الورسيس اللي كان ناض، اليوم مشيت عند التلفازه. غدا عاد غادي عندي رونديفو مع واحد الطبيبه واحده اخرى اللي غادي تشوف لي التلفازه. غدا عاد غادي ترد لي الخبر. وشكرا لكم بزاف الناس اللي كدعي معايا واللي اللي كتسول فيا فين وصلت الحاله ديالي. الحمد لله على كل حال. صافي الفريز ديال كل غديريه في غنديرو. واش غتصبغي الفريز هو الاول طحنيه ولا غطحني كلشي في دقه واحده؟ لا، كلشي غنقي الليمون، غنقيه وغندير غير الليمون، ما غندير غير اللب ديالو. دابا ها هو نديرو دابا هذا البوعويد نقيته قطعته حتى هو، غنديرو مع الفراوله. فريز فراوله كل واحد وشنو تيقول لي. دابا غنقي الليمون صافي غير الليمون، ونحيد هذاك اللب ديالو البياض هذاك والعظومه وداكشي باش ما يجيش مر. غندير غير اللب. يلا دابا نقيت الليمون ديالي، حيدت لي داك اللب اللي تيكون هنايا. دابا غنقطعو هكا، راه ما فيش العظم، زوين فيه الماء. هاد العصير واخا ما فيهش يعني اقتصادي، واخا ما فيهش بزاف ديال الحوايج، كيعطي واحد الكميه لا باس بها بالنسبه للناس اللي عائله صغيره هكا. راه زوين يعني هكا في المائده ديال الافطار، راه زوين، راه وزوين وصحي، ما فيش فيه المكونات كامله. طبيعي، ما فيه لا سكر لا والو. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا العصير بالحليب وهذه، هذا راه صالح لا، هذا عصير الليمون زوين احسن من الحليب. هذا تيجي منعش، راه زوين. يجربوها المشاهدين وردوا علينا الخبر، راه زوين غير يعجبكم ان شاء الله. صافي ها هو الليمونات ديالنا، خديت جوج صافي قطعتهم. دابا غنديرهم صافي. بالنسبه للعصير درنا 3 الكيسان ديال الماء، ودابا غادي نزيدو الكاس الرابع اللي هو هذا 4 الكيسان، يعني تقريبا يطرو ديال الماء. ديروا مع هاد الكميه اللي درنا حنايا ديال الفواكه، ديروا معاه يطرو ديال الماء
صافي دابا غادي نطحنوا معكم العصير. صافي بالنسبه للعصير ديالنا هو وجد. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي خاتر، يعني كيجيش خفيف، كيجي خاتر. عطينا واحد يطرونس الكميه يعني لا باس بها. حنا تقريبا 2 لتر عاطي. جيترو حيت الكاس هذا كبير. صافي كما كتشوفوا هذا هو العصير ديالنا. درنا 4 الكيسان د الماء، يعني درنا كيسان صغار ديال العلبه 4 كيسان. 4 الكيسان. بالنسبه للكميه نتوما شتيكم الكميه ديال الفريز اللي درنا تقريبا نقولوا نص كيلو ديال الفريز. زوين. ها هو كما كتشوفوا زوين وما فيهش السكر. اللي بغى يدير السكر يديرو، حنايا بغينا ناخذوه طبيعي صحي، فهمتي؟ اللي بغى. بسم الله. تبداي من راسك انت الاولى. والله الا غزال، الله صحه نجربوه. الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، والله الا زوين. يلا بسلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنىكم يعجبكم هذا العصير اللي شاركنا معكم، وباقي غادي نشارك معكم عصيرات اخرين في هذا رمضان ان شاء الله يا ربي. يلا بسلام عليكم وعشركم مبروكه.